تخيلوا معايا المشهد ده، في آخر يوم من شعبان، خلاص هلال رمضان على وشك يظهر. بيقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيخطب في الناس. الخطبة دي ما كانتش مجرد كلام، لأ، دي كانت كشف لكنوز الشهر العظيم ده. خلونا ندخل في عمق الكلمات دي ونشوف الأسرار والفضائل اللي فيها، واللي بترسم لنا خريطة طريق روحانية ملهاش مثيل. يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. كده بدأت الخطبة. يا الله على واقع الكلمات دي مش مجرد بداية شهر جديد في التقويم، ده إعلان سماوي، تنبيه إن فرصة استثنائية للتغيير والبركة خلاص وصلت، وإن ظلال الرحمة بدأت تغمر كل الناس. رحلتنا في الخطبة دي هتمر ب5 محطات أساسية. هنبدأ بالإعلان العظيم عن قدوم الشهر، وبعدين هنفهم إزاي الأعمال أجورها بتتضاعف بطريقة فريدة. بعدها هندخل في قلب الموضوع ونعرف ليه هو شهر الصبر والمواساة، ومن هناك هنمر بمراحله الثلاثة: الرحمة والمغفرة والعتق، وفي الآخر هنوصل لدليل عملي فيه 4 خصال أساسية. طيب إيه اللي بيخلي رمضان مختلف للدرجة دي؟ السر كله في الاقتصاد الروحي الخاص بيه. في الشهر ده قواعد الحسابات بتتغير بالكامل. خلونا نشوف إزاي ميزان الحسنات بيميل بطريقة عمرنا ما شفناها قبل كده. في قلب الشهر ده في جوهرة، ليلة القدر. هي ليلة واحدة بس، لكن العبادة فيها زي ما الخطبة بتقول أحسن من عبادة 1000 شهر، يعني أكتر من 83 سنة. عمر إنسان كامل بيتضغط في كام ساعة. ده بيغير مفهومنا لقيمة الوقت تماما. وهنا بقى الصورة بتوضح أكتر وبشكل مش طبيعي. أي عمل تطوعي بسيط، نافلة، صدقة صغيرة، أجره بيترفع ويبقى كأنه فريضة. طيب والفريضة نفسها بتتضاعف 70 مرة. الموضوع مش مجرد شهر للعبادة، دي فرصة استثمارية روحية بكل معنى الكلمة. كل مجهود صغير بيرجع بأرباح ضخمة. بس الموضوع مش بس أرقام وحسنات مضاعفة، الأهم هو اللي بيحصل جوانا، التحول الداخلي. الخطبة بتقول لنا إن جوهر الشهر ده بيرتكز على قيمتين أساسيتين: الصبر والمواساة. يا ترى إيه العلاقة بينهم وإزاي بيشكلوا شخصية الصائم؟ الخطبة بتوصفه أولاً بأنه شهر الصبر، والمكافأة النهائية للصبر مش مجرد أجر عادي، دي الجنة نفسها. وبعدين بتوصفه بأنه شهر المواساة، يعني الإحساس بالناس ومشاركتهم. وهنا بقى العبقرية في الربط بين الاتنين، هما مش منفصلين. الصيام نفسه بيعلمنا نصبر على الجوع، والإحساس ده بالجوع بيفتح قلوبنا عشان نواسي اللي بيعيشوا الإحساس ده كل يوم. ومن أجمل تطبيقات المواساة اللي الخطبة بتتكلم عنها تفطير صائم. لاحظوا إن المكافأة هنا مش مجرد حسنات بتزيد خلاص، لأ، الكلام هنا عن مغفرة للذنوب وعتق من النار. دي عملية تطهير كاملة، وفوق كل ده بياخد المرء نفس أجر الصائم. يا له من كرم. وهنا بتيجي لحظة إنسانية جدا في الخطبة. الصحابة بكل واقعيتهم بيسألوا السؤال يمكن كتير مننا بيفكروا فيه: يا رسول الله، مش كلنا نقدر نفطر صائم. ده مش سؤال نظري، ده قلق حقيقي من أن الرحمة دي تكون للأغنياء بس. فهل الفقير هيتحرم من الأجر العظيم ده؟ والجواب بيجي، الله، جواب يطمن كل القلوب ويرسخ قاعدة عظيمة. الأجر الهائل ده مش مربوط بالفلوس. ربنا بيدي الثواب ده للي يفطر صايم على إيه؟ على مذقة لبن أو تمرة أو شربة مية. شوفوا البساطة والرحمة. الرسالة واضحة، باب الكرم الإلهي مفتوح للكل، والعملة الحقيقية هي النية الصادقة مش المال. دلوقتي خلونا نبص على رمضان من زاوية تانية، زاوية الوقت نفسه. الخطبة مش بتقدم لنا الشهر ده ككتلة واحدة، لأ، بتقدمه كأنه مسار روحي متدرج، رحلة متقسمة ل3 أجزاء، وكل جزء ليه طعمه وهدفه. الرحلة بتبدأ بموجة رحمة ضخمة في أول 10 أيام، كأن ربنا بيفتح الأبواب على الآخر للكل. وبعدين في ال10 اللي في النص بندخل مرحلة المغفرة اللي الذنوب فيها بتتغسل للي بيطلبها. وفي الآخر بنوصل للذروة في ال10 الأواخر، والهدف الأسمى: العتق من النار. ده تصميم إلهي متقن بياخدنا خطوة في خطوة من البداية الجديدة للخلاص النهائي. وفي آخر الخطبة بيتقدم لنا زي دليل عملي، خلاصة الخلاصة عشان نستغل الشهر ده. 4 ممارسات أساسية لازم تكون هي محور تركيزنا، بس المثير للاهتمام هو التقسيمة بتاعتها. ال4 خصال دول متقسمين ببراعة لجزئين. الجزء الأول فيه حاجتين نعملهم عشان نرضي ربنا، ده حق الله. والجزء التاني فيه حاجتين بنطلبهم وما نقدرش نستغنى عنهم أبدا، وده حق نفسنا. التوازن ده بين علاقتنا بالخالق واحتياجنا كمخلوقين هو جوهر العبادة. طيب إيه هم ال4 دول؟ عشان نرضي ربنا نجدد إيماننا بشهادة التوحيد ونطلب عفوه بالاستغفار، ده أساس العلاقة. أما بقى اللي ما نقدرش نستغنى عنهم لأنفسنا، نسأل ربنا هدفنا الأخير الجنة، ونستعيذ بيه من أسوأ مصير النار.
دي خريطة لأهم 4 دعائم في حياة المؤمن. وقبل ما الخطبة تخلص بترجع تاني لنقطة المواساة، بس من زاوية مختلفة وعملية جدا. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له. فعلمنا النهاردة ده بيترجم لإيه؟ للتخفيف عن الموظفين والعمال وكل حد تحت مسؤوليتنا. دي رسالة قوية إن المواساة مش بس للفقراء، دي سلوك يومي في تعاملاتنا حتى في الشغل، وأجرها هو المغفرة والعتق. يعني في النهاية الخطبة النبوية دي مش مجرد كلام، دي استراتيجية متكاملة، خريطة طريق عشان نستفيد أقصى استفادة من أغلى وقت في السنة. عرفنا حجم الأجور ومراحل الرحلة والأعمال الأساسية، بس بيفضل السؤال الأهم معلق لكل واحد فينا: بعد ما أبواب الكنز ده اتفتحت، إزاي هيتم استغلال الفرصة دي اللي ممكن ما تتكررش؟